شوبيفاي. بقالي كتير قوي مصورتش فيديوز، بس ده كان بسبب الجيش. هحاول ان شاء الله نرجع بالفيديو ده كده. هو انسبايرد باي فيديو 8 كودز كان منزله. اما نعمل شير سكرين هوريكم بالظبط دلوقتي. انسبايرد باي الفيديو ده كان 8 كودز منزله من سنة تقريبا، ويعني اعتقد ان فيه هيبقى فيه انترست في الاس اي او، بالذات ان كل الحاجات اللي هنتكلم عليها هي بيسكس نقدر نعملها لنفسنا، ايا كان لسه بنبدأ الشوبيفاي ستور بتاعنا او هو شوبيفاي ستور موجود، او حتى عايزين يعني لو احنا ديفلوبرز او شوبيفاي اكسبرتس وعايزين نحط دي خدمة لوحدها، او حتى نقدمها للكلاينتس بتوعنا من ضمن الباكج بتاعتنا، او حتى لو احنا بزنس اونرز بنعمل الويب سايتس بتاعتنا لنفسنا على شوبيفاي. دي بيسكس بسيطة نقدر ان احنا ننفذها. وحتى اد كودز كان بيقول في الفيديو بتاعه، كان بيقول ان هو دي ال 20-80 رول، يعني دي اللي هي 20% من الحاجات اللي بنعملها بتعمل 80% من التأثير. فبس البيسكس بتاعت الاي سي او مش حاجات ادفانسد نقدر نعملها وتقدر تحقق لنا نتيجة كويسة جدا. يلا بينا نبدأ. هنبدأ أول حاجة بال H1 أو التايتلز. أول حاجة احنا هنتكلم على البرودكت بيج أول حاجة، عشان دي بالنسبة لي يعني تعتبر أهم حاجة في الويب سايت، هي اللي بيحصل عليها البيرشيز أو الناس بتشتري منها يعني. فدي أول حاجة هنتكلم عليها. نفتح مثلا أي برودكت من الستور ده. دي طبعا كلها سامبل داتا. ممكن نفتح ده، ذا مالتي لوكيشن سنوبورد. اول حاجه هي التايتل نحاول ان احنا نخليه ديسكريبتيف على قد ما نقدر. طب يعني ايه ديسكريبتيف على قد ما نقدر؟ يعني نخلي التايتل مثلا ذا مالتي لوكيشن سنوبورد مثلا، ممكن نخليها سنوبورد مثلا. نكتب لو هي مثلا سايز او حاجه معينه، احنا هندي طبعا اي داتا، ندي سامبل داتا، انا معرفش ايه السبيسيفيكيشنز او المواصفات بتاعت السنوبورد، فهنتكلم يعني كأنها داتا سامبل. ممكن مثلا نكتب الكالر جرين، ومثلا نحط مثلا فيتشر معينة فيها مثلا ليذر مثلا. أكيد مفيش سنو بورد ليذر، بس يعني مثلا نكتب إن هي ليذر. نخليها ديسكريبتيف على قد ما نقدر، وفي نفس الوقت ما نخليهاش طويلة جدا، مثلا نكتب 16 اونسز مثلا او ايا كان. لا يعني خليها ديسكريبتيف على قد ما نقدر، بس برضو خلي بالك ان دي حاجة هتظهر في الاونلاين ستور بتاعك، فمش عايزينها تبقى شكلها وحش مثلا. يعني دي هتظهر في اماكن زي البرودكت بيج، فلو كملنا وراها كتبنا فمش هيبقى شكلها حلو. برضو هتظهر هنا في الكلام اللي هنا، فبرضو مش عايزين يبقى شكلها مش لطيف بالنسبة للناس اللي داخلة تشتري. فتبقى ديسكريبتيف على قد ما تقدر كده، تبقى اس اي اوبتمايزد، وفي نفس الوقت ما تبقاش طويلة قوي بحيث ان يبقى شكلها مش حلو للناس اللي داخلة تشتري. نيجي تاني حتة وهي الديسكريبشنز نحاول على قد ما تقدر ان هي تكون حوالي 200 كلمة. طيب هو اصلا المفروض شوبيفاي بتنصح ان يكون الويب سايت او البرودكت بيج يكون فيه حوالي 300 كلمة، ده الريكومنديشن بتاعت شوبيفاي. فاحنا نحاول نخلي في الديسكريبشن اراوند 200 كلمة، يبقوا معظمهم benefits البرودكت ده والسبيسيفيكيشنز بتاعتها، وكمان تبقى اس اي اوبتمايزد، يعني يبقى فيها كي ووردز للسنو بوردز او للاثليتس. احنا هنقول مثلا السنو بوردز دي ممكن ناس هواه يستخدموها، ممكن ناس اثليتس او ناس بروفيشنال يستخدموها، ممكن الشركات اللي بتشتغل في المجال ده ان هي تأجر السنو بوردز مثلا، الناس اللي بتيجي عندها في الشتاء او في الاوقات المخصصة للعبة دي. فممكن ان احنا نبدأ ان احنا نحط كي ووردز الناس دي بتعمل سيرش عنها. فنبدأ ان احنا مثلا هنا ممكن ده طبعا نعمل لها جنريت مثلا، نخليها سنو بورد and SEO optimized. نقول مثلا include benefits and specs وتون. let's make it ماشي زي ما هي expert. هيعمل لها جنريشن. طبعا نقدر نستخدم الكلام ده حتى نديله للاي اي تول بتاعه شوبيفاي، نديله مثلا حتى ديسكريبشن اللي احنا عايزين نقوله، وهو يكتبه لنا بطريقه اس اي اوبتمايزد، او يكتبه لنا بطريقه تكون احسن او persuasive اكتر للناس اللي داخله تشتري. فتمام ماشي، هقول له keep. بس ففي الجزء بتاع الديسكريبشن ده نحاول نخلي بالنا قوي ان احنا ننكلود 3 حاجات.
اول حاجه السبيكس او المواصفات بتاعه البرودكت اللي احنا بنبيعه. لو احنا بنبيع مثلا كلوزنج، نقول مثلا الموديل لابس سايز قد ايه، الموديل طوله قد ايه، الموديل نقول اي سبيكس فيه عشان الناس اللي بتشتري الايتم تبقى حاسه بالحاجه. لو انا طولي نفس طوله فانا ابقى بختار السايز اللي هو لابسه وانا مرتاح جدا، ولو انا اقصر منه شويه اقول لا انا هاخد اصغر او كده. فاول حاجه السبيكس دي نهتم بيها جدا. بعد كده نكتب البنفيتس بتاعت البرودكت بتاعنا، هو في الشتاء عامل ايه، في الصيف عامل ايه، ممكن يتلبس على الوان ايه. نبدا نحط بنفيتس كتيره للبرودكت اللي احنا حاطينه. ممكن ناخد كل البالك دي نكتبها على ورقه وقلم وناخدها نقوم حاطينها في الجنريت تكست التول بتاعت شوبيفاي، ونبدا ان احنا نخليه يعمل لنا جنريشن. ننزل تحت كده شويه هنلاقي هنا السيرش انجن ليستنج. طبعا الناس بتهتم بالحته دي اكتر من التايتل والديسكريبشن دول، بس يعني يعني سمعت كتير قوي كلام. كان حتى بيتكلم في ادوارد يعني اسمه، بيتكلم في الفيديو اللي انا انسبايرد منه ان اللي فوق التايتل دي والديسكريبشن ده اهم 100 مره من اللي تحت. طيب هو ده اصلا بيظهر فين؟ ده بيظهر في السيرش انجن. يعني ده مثلا بيظهر زي مثلا هنا بيظهر ده التايتل وبيظهر دي الديسكريبشن اللي احنا بنحطها هنا. اللي احنا التايتل اللي بنحطه هنا والديسكريبشن ده هما اللي بيظهروا في الحتة دي والحتة دي. فهنا نبدأ ان احنا نكون مور ديسكريبتيف. يعني مثلا لو انا قلت فوق ان انا مش عايز يبقى شكلها مش حلو فهحط بس مثلا سنو بورد جرين مثلا، مش هحط ان هي ليذر، هحط سنو بورد جرين بس. ممكن تحت بقى او مزود اقول سنو بورد جرين ليذر مثلا، واكتب اي سبيكس عنها، مثلا اي سبيكس طول عرض الايدج اللي يركب السنو بورد دي او يستخدمها. فممكن اعمل الجزئيه دي في البيج تايتل لان هي بتظهر للناس لما بتعمل سيرش زي كده. ممكن ان هي تكون محطوطه بالسبيكس بتاعتها ومش هيبقى شكلها مزعج ولا حاجه. ده بالعكس، الناس اللي بتعمل سيرش على حاجه معينه وهتلاقي السنو بورد بتاعتها طلعت بالظبط، هتقوم على طول دايس على اللينك عشان هي شايفه ان اللي انا طلبته لقيته، فهيكون افيد للناس. فبالتالي جوجل هتشوف ان انت اللينك بتاعك الناس بتختاره على طول من اول اللينكس اللي الناس بتدوس عليها في البيج بتاع جوجل. فيبداوا ان هم يزودوا الرانكينج بتاعك يعني. في الميتا ديسكريبشن هنا طبعا مش ما بحبس ان هي تكون مليانه كي ووردز ومليانه كلام، مع ان في ناس كتير بتقول لك في الميتا ديسكريبشن دي حط الكي ووردز بتاعت البراند بتاعتك. بحبذ ان هي تكون هيومن تو هيومن. احنا دلوقتي عايزين الناس تكليك على اللينك ده، فانا تحت اللينك ده على طول هقول اي بنفيت انا بديها له. اول حاجه مثلا هقول له جمله صغيره بتديسكرايب البرودكت ده. مثلا هقول ان هو مثلا هنقف لحد هنا experience superior performance with this snowboard. وبعد كده هقول له بقى مثلا باي ناو delivered مثلا in مثلا delivered in 3 days، او مثلا باي ناو get 2 for free for a limited period. فانا ابدا اديله benefit تخليه كليك، مش عايز اديله حاجات كتير، انا عايز اخليه كليك على اللينك اللي انا حاطه. يعني هبقى مبسوط قوي لو مش هبقى مبسوط قوي لو هو انا خليته يظهر له، حطيت كيوردز كتير قوي هنا فهو ظهر له، بس هو اما جاي يفتح ويبص على البرودكت لان هنا التايتل اللي انا عايزه محطوط وهنا تحت كمية كيوردز فظيعة، ولا هلاقي ولا هبسط اكتر بقى ان انا احط له كلام قليل بس في نفس الوقت الكلام اقنعه وخلاه يكليك. فممكن يظهر له فعلا، بس مع الوقت هتلاقي جوجل بتقول لا الناس مش بتكليك على اللينك ده، فخلاص احنا هنقلل الرانكينج بتاعه. هي الالجوريزمز بتاعت جوجل شغاله كده. جوجل اهم حاجه عنده الراجل اللي بيعمل سيرش، واللينكس اللي تظهر له تبقى لينكس يعني ليها علاقه باللي هو بيعمل سيرش عنه. دي اهم حاجه بالنسبه له. فاما الناس تفضل تدوس على اللينك بتاعك خلاص بالنسبه لجوجل انت كده مظبط الكلاينت بتاعي اللي داخل يعمل سيرش عندي، فانا هزود الرانكينج بتاعك. طيب لو جوجل في الاول خالص في اول اوديت لقيت ان انت الكيوردز بتاعتك ريليتد وانت هنا مالي الدنيا كيوردز والدنيا هنا كله تمام، بس الناس مش بتكليك. ليه مش بتكليك؟ لان انت مش عارف تقنعهم بالديسكريبشن اللي هنا. فجوجل هتبدا تقلل الرانكينج بتاعك مع ان انت حاطط كيوردز كتيره. واخر حاجه بعد ما حطينا الميتا ديسكريبشن هي اليو ار ال هاندل اللي هي بتبقى هنا. طبعا بنحاول نخليها ما فيهاش ارقام كتير، يبقى شكلها كويس، تبقى ديسكريبتيف شويه.
لو فيها ان اند اور الحاجات دي طبعا نحاول ان احنا نشيلها، نخليها على الاقل ما نقدر، على قد ما نقدر descriptive وواضحة. طيب برضو واحنا في product page بنبدأ نبص على التايب بتاع البرودكت، بنحاول نختاره بطريقة تخليه يتحط في الكوليكشنز بتاعت جوجل او شوبيفاي. طيب الموضوع ده انا ما كنتش اعرفه قبل الفيديو ده، بس يعني احاول انقله لكم كده ببساطة. شوبيفاي ليها زي شجرة كوليكشنز، شجرة كوليكشنز كل كاتيجوري بتنفصل لخمسة ستة كاتيجوريز، كل كاتيجوري من خمسة ستة بتنفصل لأقل لأقل لأقل. فلو أنا اخد كاتيجوري في آخر الشجرة خالص، أحاول على قد ما أقدر إن أنا أبقى في الكاتيجوري المناسبة، ما أبقاش حاطط سنو بورد وأحطها مثلا في الكلوذنج أو في الكاتيجوري التانية أو الشجرة التانية بتاعت الكلوذنج. لا، أحاول إن أنا أبقى ريليتد بالفروع بتاعت الشجرة بتاعتي. هوريكم برضو مثال هنا عشان الموضوع يبقى واضح. مثلا مثال للسنو بورد. السنو بورد اول ليفل للكاتيجوري هي سبورتنج جودز، تاني ليفل هي الاوت دور ريكريشن، او مثلا لو شفنا اثليتكس هتلاقي الحاجات بتتغير خالص. خلينا مثلا نبداها من الاول خالص عشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. انا طبعا عشان تبقوا عارفين هي هتلاقوها هنا في اليو ار ال ده بتاع help shopify product category and product types. هنلاقوه. اوكي، هنلاقي مثلا ده المثال بتاع السنو بوردز. هنلاقي ان هو في السبورتنج جودز، في الاوت دور ريكريشن، وبعد كده وينتر سبورتس اند اكتيفيتيز، بعد كده سكاينج اند سنو بوردنج، وهنلاقي في الاخر خالص ليفل 5 السنو بوردز. طب لو انا معرفش التقسيمه دي كلها، ممكن كنت اخترت سنو بوردز ان هي سبورتس مثلا او ليها علاقه بالاثليتكس، او اخترت ان هي في مكان تاني او الدور جيمز، ما اخترتش الوينتر سبورتس اند اكتيفيتيز. فده بيحسن كتير جدا الكاتيجوري بتاعت البرودكت اللي انت عارضه هو ليه علاقه بايه بالنسبه لجوجل، بالنسبه ان احنا بنتكلم كمبيوترز والجوريزمز، مش بنكلم ناس ممكن تفهم الكلام ده. فبنعرف ان البرودكت بتاعنا ده سنو بورد، ده ريليتد بالسكاينج، ده ريليتد بالوينتر سبورتس، ده ريليتد بالاوت دور ريكريشن، مش ريليتد مثلا بالفتنس مع انه ممكن يكون فتنس، مش ريليتد بالاثليتكس مع انه في اثليتكس كتير بيستخدموا السنو بورد، وبعد كده في الاخر خالص السبورتنج جودز. فان احنا نختار الكاتيجوري المظبوطه بيساعد كتير جدا الرانكينج بتاعنا والاس اي او ان هو يبقى اعلى واحسن كتير جدا في جوجل. ودي حاجه طبعا نعرفها من هنا، نبدا ان احنا نشوف البرودكت اللي احنا بنبيعه ريليتد بانهي حاجه في كل ليفل، ونبدا ان احنا نحط اخر ليفل بتاعنا جوه التايب بتاعنا هنا سنو بوردز. واخر حاجه ممكن نظبطها في البرودكت بيج هي الميديا. نبدأ ان احنا نخش عليها ونعدل الالت تكست بتاعها. طبعا ممكن ما يكونش طويل قوي كده، يعني نحاول نخلوها descriptive على قد ما نقدر، مثلا سنو بورد جرين، ونكتب سايز او اي سبيكس عنها بحيث ان هو يبقى descriptive. وده بيساعد طبعا لو حد عمل سيرش على الايمجز او حد بيحب يعمل سيرش باي ايمجز او الكلام ده كله، بيظهر له سنو بورد بتاعتنا. ممكن نحط اسم البراند برضو، براند نيم، او اي تفاصيل ممكن تكون محطوطة وتساعد الناس ان هي تلاقي البرودكت بتاعك اسرع. وبرضو نغير الفايل، لان الفايل ده برضو جوجل بتتشيك اسم الفايل. يعني لو اسم الفايل جاي من كاميرا، او انت الفوتوغرافر بعت لك الفوتوشوت من الكاميرا، هتلاقي ارقام والفايلز اساميها غريبة جدا. فنحاول ان احنا نغيره يبقى زي الالت تكست، او يبقى على الاقل ديسكريبتيف لهيومن ان هو يفهمه، او لبني ادم ان هو يفهمه. نخليها جرين سنو بورد. طيب اخر حاجه هنا عايز اوضحها لكم بالنسبه للتايتل. احسن تايتل بالنسبه للتايتل اللي هنا والتايتل اللي تحت في الميتا ديسكريبشن، احسن تايتل بيكون مكون اول حاجه البراند موديل والبرودكت تايب واني بنفيتس. البراند موديل هو السنو بورد. برودكت تايب مثلا ممكن يكون كيدز، والبنفيتس ممكن نكتب ان هو ميد اوف كذا، او الماتيريال اللي معمول منها. ده احسن براند نيم ان هو يكون البراند تايب، وبعد سوري البراند موديل، وبعد كده التايب، وبعد كده البنفيت او كلمه صغيره بتدل على
البنفيت بتاعت البرودكت دي. طيب لو حسينا ان هو يبقى طويل، لا بلاش نعمل كده، ممكن بلاش نعملها هنا ونعملها تحت في البيج تايتل بتاعت السيرش انجن ليستنج. طيب بعد كده نبدا نخش على الكوليكشنز. وعموما هتلاقوا نفس يعني البرودكت بيج اكتر حاجه فيها ديتيلز، ان لو اتنقلنا على الكوليكشنز هتلاقي ان نفس الحاجات اللي انا بعملها هنا هي اللي بعملها هنا. ببدا ان انا برضو التايتل نفس الكلام نفس الطريقه، والديسكريبشن نفس الفكره. وفي ناس كتير قوي يا جماعه ما بتهتمش بالديسكريبشن بتاع الكوليكشن، بس برضو بيفرق جدا في الاي سي او. وتحت هنا نفس الحاجات اللي اتفقنا عليها في البرودكت بيج، نفس الكلام هيتعمل في الكوليكشن. وحاجة تانية برضو ممكن نزودها في الجزء بتاع البيج تايتل، ممكن نحط البرودكتس اللي ليستد في الكوليكشن. يعني مثلا لو الكوليكشن دي فيها سنو بوردز وجلافز وجلاسز وحاجات ليها علاقة باللعبة عموما، ممكن نبدأ ان احنا نحط الكلام ده مثلا سنو بوردز جلافز جلاسز، علشان تبقى باينه الكوليكشن بتبيع ايه بالظبط. وتحت نبدا ان احنا نحط الحاجات برضو اللي محطوطه في الكوليكشن مع السبيكس بتاعتها، مع ليه انت ممكن تشتري مننا. مثلا زي ما اتكلمنا جمله زي باي 2 جيت 1، ديليفري ان 3 دايز، او اي فيتشر او بنفيت ممكن تخلي الكلاينت يدوس على اللينك ده حتى يتشيك ايه اللي جوه الويب سايت وايه العروض الموجوده تانية جوه الويب سايت. وبعد كده نتنقل بقى للهوم بيج اللي هنجيبها من هنا. خلينا نعمل سيف الاول. اللي هنجيبها من اونلاين ستور، اول حاجه ان احنا ندوس على preferences ونبدا ان احنا نملى الهوم بيج تايتل عندنا، ونملى الميتا ديسكريبشن، نتكلم على البراند بقى اوفرول، احنا بنبيع ايه ومهتمين بايه، والسستينابيلتي ريسبونسابيلتي بتاعتنا. نتكلم عن اي حاجه احنا مهتمين بيها في البراند، وايه اللي بنقدمه للمجتمع بتاعنا او الكوميونتي بتاعتنا، عشان يبدأ جوجل يرانك الحاجات دي بيزد على الاندستري بتاعتك او انت بتبيع ايه بالظبط. نبدأ نحط طبعا ايمج اللي هتبقى شيرد للويب سايت بتاعك. ده هنلاقيه في preferences تحت اونلاين ستور. برضو حاجة تانية الناس بتهملها جدا هي الجزء بتاع براند. هندوس على سيتنج، انا بس مش عايز اجري وانا بتكلم. هندوس على سيتنجز وهنلاقي هنا تحت في براند. ما انا مش لاقي تحت، ممكن يكون غيره مكانها. ممكن نكتب هنا براند اهو، manage your product assets. نبدأ بقى نملى الحاجات دي كلها، نحط اللوجو بتاعنا، نحط اللوجو في سكوير، نعدل البرايمري كولر والسكندري كولر، نحط كل الكلام ده، ما نكسلش، حاجات كلها بسيطة. السلوجان بتاعنا اللي هي الكلمة بتاعنا مثلا basics aesthetics we do gym، زي مثلا جيم شارك او الكلام ده. نحط description لينا، السوشيال ميديا لينكس نحطها كلها. كل الكلام ده برضو بيكون تشيكد باي جوجل وباي فيسبوك لو فيسبوك شوب او جوجل شوب او بنبيع في ايتسي او اي حاجه. كل الكلام ده بيكون تشيكد باي بلاتفورمز دي، واحنا بنعمل ليستنج عليها للبرودكتس بتاعتنا، او بنبدا نبيع البرودكتس بتاعتنا او المنتجات بتاعتنا عليها. فطبعا الكلام ده كله ما نكسلش ان احنا نعمله. زي ما قلنا انا كنت فاكرها جوه سيتنجز هنا، بس لا، احنا ممكن نعمل سيرش على طول عليها، نكتب براند وهتظهر لنا هنا على طول، نكليك عليها ونبدأ ان احنا نملى كل الديتيلز دي وما نكسلش عليها. هي حاجات سهلة جدا ان احنا نعملها وبتأثر جدا يعني. نرجع تاني للهوم بيج. الهوم بيج طبعا نبدأ بقى نركز على الايمجز والاتش 1. الاتش 1 اللي هي الحاجات دي اكبر تكست موجود، اللي هو هيدنج 1. اللي تحتيها مثلا ممكن ده يكون هيدنج 3، او ممكن يكون كمان باراجراف، حاجات مش مهمه قوي بالنسبه للاس اي او. اهم حاجه هو الاتش 1. التايتل ده يكون ديسكريبتيف جدا للبراند بتاعتك. انت بتبيع لبس، حط في جمله شكلها حلو ان انت بتبيع برودكتس، او البرودكتس بتاعتك هي لبس او كلوذنج. بتبيع سنو بوردز، حط كلمه سنو بوردز في كلمه شكلها كويس. وكمان نحاول نظبط الايمجز الليستد. يعني مثلا لو جينا على الايمج دي هنكليك عليها او نكليك هنا، نبدا برضو نظبط التايتل بتاع الايمج او الفايل نيم، وبرضو نحط alt text للايمج دي برضو عشان يكون الموضوع SEO optimized. ودي كانت البيسكس اللي انا شايف ان هي بتفرق جدا في ال SEO او السيرش انجن ليستنج
للويب سايت بتاعنا على شوبيفاي. لو انت ما عندكش الوقت ان انت تعمل الحاجات دي كلها، ممكن ان انت تشوف فريلانسر او شوبيفاي ديفلوبمنت ايجنسي او ايجنسي تعمل لك السيرفيس دي. لو انت ما عندكش وقت ومش عايز تشتغل مع فريلانسر او الكلام ده، ممكن تشوف ابلكيشن ان هو يعمل لك الموضوع ده. نشوف هنا ابس، هنخش هنلاقي كذا اي سي او اب، وهعمل لكم ريكومنديشنز لاب معين، شوبيفاي اب ستور. وهوريكم الطريقه اللي انا بسيرش بيها على الابلكيشنز عموما از شوبيفاي اكسبرت يعني. سوري، نكتب سي او. هنلاقي هنا ابلكيشنز طبعا كتير جدا طلعت لنا. اهم حاجه يكون بيلت فور شوبيفاي، لان في ديفلوبرز بيكونوا عاملين ابلكيشن للاي سي او بيتباع على ووردبريس وبيتباع على فريمر وبيتباع على شوبيفاي، فهو مش compatible لشوبيفاي. ده ممكن يحصل فيه bugs او ايرورز في الكودز بتاعته. ممكن ما يكونش ليه سبورت، ممكن يكون فيه مشاكل كتير. فاهم حاجه يكون بيلت فور شوبيفاي. وبعد كده تبص على الريفيوز بتاعته، اكتر ريفيوز واقرب حاجه. يعني مثلا لو دخلنا، طبعا ده الابلكيشن المشهور، وده حتى اللي كان ادوارد بيتكلم عليه في الفيديو بتاعه. نبص على ريفيوز، ومش بس على ريفيوز، نبص على اقرب ريفيو كان امتى. يعني ده مثلا 9/8/2025، الفيديو ده بيتصور 25/8. ده ميعاد قريب، ده اخر ريفيو. فده معناه ان الابلكيشن ده ستيل كويس. لان ممكن يبقى ابلكيشن كان كويس من 2 3 والديفلوبرز بتاعه خلاص عملوا منه فلوس كويسه ومبقوش مهتمين بيه، فيتساب، فيبدا المشاكل بتاعته تظهر ومفيش سبورت يحل المشاكل دي. فدايما نحاول ان احنا نبص على الريفيوز ان هي كتيره، والريتنج بتاعها 5 ستارز او حتى 4.5، واخر ريفيو على الابلكيشن ده يكون كويس، او اخر 3 4 ريفيوز يعني. وطبعا يكون الناس دي استخدمت الاب لمده كويسه عشان يقدروا ان هم يحكموا عليه. بس دي كان كل حاجه يعني كنت حابب اتكلم فيها اراوند التوبيك بتاع ال SEO، بالذات للويب سايتس المعموله على شوبيفاي. زي ما اتكلمت، لو حابين ان انتوا السيرفيس دي حد يقدمها لكم، طبعا شوفوا شركه شوبيفاي ديفلوبمنت او شركه ويب ديفلوبمنت تقدم لكم السيرفيس دي، او شوفوا فريلانسرز يقدموا لكم السيرفيس دي، او انتوا حتى الحاجات اللي انا اتكلمت عليها كلها بسيطه تقدروا تعملوها لنفسكم. ولو احتجتوا اي مساعده تقدروا تتواصلوا معايا بيرسونالي او مع شركتي روتسي. وكمان حابب اوضح قبل ما اقفل الفيديو ان انا عندي كورس بيعلم شوبيفاي سبيد اوبتمايزيشن، ازاي تسرعوا الويب سايتس بتاعكم على شوبيفاي. الكورس ده موجه للبيزنس اونرز اللي عايزين يعملوا الحاجه دي لنفسهم، او حتى للفريلانسرز اللي عايزين يزودوا السيرفيس دي عندهم، او الشركات اللي عايزين يدوا التدريب ده للديفلوبرز اللي عندهم، علشان تقدروا ان انتوا تسرعوا الويب سايتس المبنيه على شوبيفاي. وده كمان يعني بالصدفه والله مع الفيديو بيساعد جدا في الاي سي او، الويب سايت بتاعك يبقى سريع، فده بيزود السيرش انجن رانكينج. لان جوجل بتبقى عارفه ان الويب سايت بتاعك يوزر فريندلي وسريع، ما بيخنقش الناس، فبتبدا ان هي ترانك الويب سايت ده بيتر اند بيتر. شكرا جدا ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر، واشوفكم في الفيديو